السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في القناة. اليوم أقدم لكم وصفة لترطيب البشرة. هذه الوصفة تتكون من زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون الطبيعي. طبعا كما نعرف كلنا أن زيت اللوز له قدرة هائلة على تفتيح البشرة وتبييضها وتوحيد لونها، وهو طبعا يقضي على الكلف ويقضي على البقع الداكنة، ويجعل الأخت أو السيدة تحصل على بشرة صافية وبيضاء. وزيت الزيتون فهو غني عن التعريف، كان يستعمله أمهاتنا وأجدادنا في الوصفات الطبيعية والوصفات الطبية، وهو يتوفر على فوائد عديدة، وهو غني بالزيوت الغير مشبعة طبعا، وفي مضادات الأكسدة، وهو يعمل على ترطيب البشرة. ومن غير أن أطيل عليكم أدخل مباشرة في الوصفة هذه. نأخذ بسم الله على بركة الله ملعقة من زيت اللوز الحلو، ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي. نخلط هذه العناصر مع بعضها. ثم هذا الخليط الذي حصلنا عليه كما قلنا فهو أحسن من كريمات، أحسن من عدة أشياء، فهو يعمل على ترطيب البشرة، وأحسن شيء يستعمل بالليل، يعني ليس بالنهار، لا، ما تطلع به يعني الأخت للشمس، يستعمل بالليل. الطريقة يعني هكذا، تحطيه يعني بين يديك هكذا وتحطيه للبشرة، يعمل على الترطيب، يعطي ترطيب كما ترون هكذا لبشرة الوجه لليدين. أتمنى أن تعجبكم الوصفة، وهذه الوصفة مجربة وفعالة يعني عن تجربة. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.